الله أسوة حسنة، فكان رسول الله يقول له دعوها فإنها مأمورة. مأمورة من من؟ من الله عز وجل، حتى بركت عند بني النجار عند أخوانه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام وسماه بمسجد قباء. فلو أن رسول الله ذهب إلى فئة معينة لتعطلت الدعوة، وهذا درس لنا جميعا. فنحن لا نبتغي إلا وجه الله، ولا نبتغي إلا أن نعلم الناس العلم الذي أعطانا الله إياه، حتى وإن كان علما قليلا متواضعا. يقول لك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه رجل حفظ آية من القرآن فوعاها وبلغها كما حفظها صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، ونحن في هذه القرية، وأسميها دائما بالقرية